السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إلهام وده مطبخ مس إلهام. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. الحاجة الحلوة الجميلة دي شكلها طبعا معروف بالنسبة لناس كتير أو لكل الناس تقريبا. دي كحكة السينابون. سينابون يعني قرفة، وهي الكحكة متسمية باسمها. ده طبعا الكراميل، واللي تحت ده صوص الجبنة الأبيض اللي انت شايفاه. مش هقدر أقولك إن هي أنا أعرف إن القطعة بتتباع غالية جدا، واصلة لرقم يعني بالنسبة لقطعة واحدة. مش هقدر اقولك برضو انها مش بتتكلف، بس ما توصلش للرقم ده ابدا. لكن هي ليها عشاقها، فاللي بيحب حاجة بيدفع فيها. هي طبعا مش قادرة اقولك مدى جمالها الا لما تجربيها ان شاء الله. هي القطعة لما بتتعمل يعني ما بتكونش كبيرة قوي كده، هي طبعا لانها بتحط لها خميرة فبتزيد. انا هقولك بقى على المشاكل اللي بتصادف الناس ونحلها مع بعض ازاي. منها الصوص الابيض اللي انت شايفاه ده، ان الصوص ده لما بيتحط يا اما بيقع من على الكحكايه او من على وحده السينابون، او يعني بيقع او بيختفي يعني. تعالي نبتدي نعمل الاول. سواء كانت هو كل اللي هيتعمل ده التوبنج، الحاجات اللي هحط على الوش. دي بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله مع الكراميل. انا حطيت كوبايه سكر صغيره اللي انت شفتيها دي، حطيت عليها نص كوبايه ميه. في ناس بتحط السكر وبتسيبه يتحرق لوحده وبتكمل وبيطلع طبعا حلو جدا. بس ده بالنسبه للناس اللي انا بعمله ده عشان الناس اللي بتتعب في الكراميل ما يتحرقش منها، وتقدر تتحكم في درجة لونه. انا هفضل واقفة جنبه واقلب زي ما انت شايفة كده. كل ما الدرجة تغمق شوية، انا شايفة قدام عيني لا الدرجة دي، لا انا عايزة اقل، لا انا عايزة اكتر. ليكي الاختيار، غير لما يكون السكر بيتحرق لوحده. السكر بيتحرق لوحده ده بيكون اسرع من كده بكتير. فانا شايفة ان اللون اللي انا اللي انا هوصل له ده بالنسبة لي مناسب جدا. دي معلقة زبدة. في بعض المشاكل اللي هنتخطاها، منها مشكلة الكراميل ده. اللي حطيتها قدامك دي مش كوباية لبن، دي كوباية كريمة لباني. تقدري تحطي مية، تقدري تحطي لبن عادي خالص. بس انا لوجود الكريمة اللباني عندي بحب اغذي الكراميل، بيطلع اجمل ومذاقه احلى. تقدري برضو تجيبي كوبايه ميه وتحطي عليها معلقه نشا على البارد وتحطي وتضيفيها له. بس يا ريت انا حطيت دلوقتي الكريم اللباني ده كان دافي، كنت مدفيه شويه. عشان كده زي ما انت شفتي الكريمه الكراميل عندك ما تجمدش او ما عملش يعني السكر ما مسكش في بعضه. ليه؟ لان كان السكر سخن، وفي نفس الوقت انا حطيت الكريمه سخنه. بس شوفي بقى هو طالع ده، البخار طبعا طالع. انا بعمل الحاجات دي الاول، لازم الحاجات دي تبرد الاول قبل ما اعمل العجينه. في حد يقول لي طب ما انت العجينه وهي بتتخمر ممكن تعملي الكلام ده. لا، انا ما بديش فرصه للعجينه تتخمر وتاخد وقت، وهقول لك برضو على طريقه سريعه. هبتدي اكمل بقيه التوبنج، الحاجات اللي بتحط على الوش. ده الكريم الابيض اللي انا هعمله قدامك ده. ده اللبن المكثف، هي دي طريقته. كوباية سكر بودر، كوباية لبن بودر، معلقة زبدة، نص كوباية مية مغلية. مش مية دافية، مية مغلية. بيدوب فيها السكر وبيدوب فيها اللبن، وفي نفس الوقت بتدوب الزبدة كويس. هحطهم طبعا في التلاجة. وده بقية التوبنج الأبيض، عبارة عن كوباية كريم شانتيه، وعليها نص كوباية كريم باستري. وده بقية الكريم اللباني اللي كانت عندي. أنا استخدمت في حاجات تانية، وبقية العلبة خدت منها جزء للكراميل، والجزء التاني اللي اتبقى حطيته قدامك اهو على الكريم. واحط عليهم كوباية مية متلجة. زي ما قلت لك كوباية كريم شانتيه باودر، ونص كوباية كريم باستري، وشوية الكريم اللباني دولت حاجة مش ملحة يعني. لو مش موجود عندك خلاص. أنا الحاجة عشان موجودة عندي. هضرب الكريم سريعا بيتماسك. الكريم باستري بيساعد جدا ان الكريم ده يتماسك. الجزء التاني اللي هو اهم حاجة في الموضوع، الجبنة. جبنة كريمي اي نوع، اي ماركة. انا هاخد نص العلبة اللي قدامك دي، انا مش عايزة الكمية كلها. انا هاخد نص العلبة اللي انت شايفاها دي بس. هكمل طبعا ضرب.
كده خلاص. كده انا عملت الكريمه وحطيت عليها الجبنه. هنزل عليها بقى باللبن المكثف اللي انا عملته، كنت حاطاه في التلاجة. هو ده التوبنج اللي هنغطي بيه وش السينابون. الحاجات دي هتتحط في التلاجة تسقع. الكراميل تسيبيه بره، لو الجو كويس انت بتسيبيه بره وهو بيجمد لوحده يعني. وبتحطي الكريمه في التلاجة وتخشي بقى على العجينه. تعالي نبدأ نعمل العجينه مع بعض، وهقولك انا ليه يعني ما بسيبهاش تخمر فتره طويله، لان هو المفروض ان هو بيتخمر على مرتين. تعالي كده هنحط الاول في حله العجان، هحط كوبايتين لبن. كوبايتين لبن دول دافيين، عشان هيتحط عليهم اللي حطيت عليهم ده نص كوبايه سكر بنفس مقاس الكوبايه اللي بشتغل بيه. اذا حطيت كوبايتين لبن ونص كوبايه سكر. العجان بقى هيضربهم ضربه حلوه كده مع بعض عشان ادوب السكر، وفي نفس الوقت لو اللبن واخد سخونيه اكتر من اللازم لا يهدى شويه، عشان هحط عليه الخميره. الخميره عايزه السائل يكون دافي زي دمعه العين. دي بقيه المكونات اللي هستخدمها. دول 3 بيضات حجم كبير، ودي معلقه خميره جافه اللي انا حطيتها على اللبن والسكر. واللي قدامك هنا دي كوبايه زبده مش سايحه يعني، مش بدرجة حرارة المطبخ، لا انا مديها يعني حوالي 30 ثانية في الميكرويف، فالمفروض انها ما تبقاش متجمدة اصلا. فانا ضربت السوائل اللي هناك دي كويس. هغطيها بقى واسيبها لما بس الاول اتاكد ان الخميرة شغالة، وهي ان شاء الله طبعا اكيد شغالة. 10 دقايق ربع ساعة كده. بصي على طول عملت فوم. هضيف بقية الحاجات التانية اللي هو اللبن. البيض ده عليه الفانيليا بتاعته، وفانيليا باودر مش فانيليا سائل. اللي عندك استخدميه طبعا، مش بحدد لك يعني. اول ما البيض يتخلط مع اللبن ومع السكر ومع الخميره، هنزل بكوبايه الزبده اللي المفروض ان انا مسيحاها يعني. هيضربهم برضو يلفوا لفه مع بعض كده. بس كده هشيل بقى المضرب، احط الخطاف ده عشان هحط الدقيق. الدقيق مقداره كيلو بالظبط، كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، مش حاجه معينه، مش نوع معين يعني. كميه السوائل المحطوطه اللي انا حطيتها اللي هي عباره عن كوبايتين لبن وفيهم كوبايه سمن سايحه واربع وثلاث بيضات. دول كميه كافيه جدا عشان تطلع لي عجينه لينه. بصي العجينه طريه وبتلزق شويه، ما ينفعش تعمل عجينه جافه. لو لقيتي وانت بتشتغلي الديبي بتاعي غير بتاعك، ممكن لو تلاقي العجينه جافه شويه، ما ينفعش، لازم العجينه تكون لينه جدا. هتحطي لها تتعاملي مع العجينه بالمعلقه. تحطي معلقه لبن، لقيتيها بقت كويسه خلاص، ما لسه ناشفه، تحطي كمان معلقه. وتفضلي كده لغايه ما تبقى، بصي طريه ازاي، لازم تبقى طريه كده. وهتشوفيني كمان وانا بفردها ولسه لما تختمر. في اول حاجه الاختمار الاول ده، وبعدين في اختمار تاني لما تقطعي السينابون. بصي طريه دي هي المفروض تكون كده. انا هغطيها بقى بستريتش او بكيس نايلون وعليهم فوطه يعني. وبعدين هعمل ايه بقى عشان تختمر بسرعه، لان انا عايزه اشتغل على طول. بسخن شويه ميه واروح حاطه حله العجان في الميه دي. الميه ما تكونش سخنه يعني، يا دوبك تحطي فيها ايدك تستحملها. اكتر من كده هتبوظ لي العجينه. مش فن مني ان انا اسخن الميه جامد. ميه جامد معنى كده ان انا هسوي العجينه من تحت. فانا بخلي الميه بحيث ان ايدي تستحملها. خلاص احط فيها الحله العجان واسيبها. هي اختمرت اهي. اللي انا شفتيه قدامك في الطبق ده قبل ما الصوره دي تظهر لك، كنت حطيت كوبايه سكر عادي من السكر بتاع الشاي، عليه معلقه صغيره قرفة، وعليه معلقتين كبار كاكاو محلى. مش كاكاو خام، كاكاو محلى.
تاني اعيدوا عليكي كوبايه سكر خشن بتاع الشاي عادي، عليه معلقه صغيره قرفه، عليه معلقتين كاكاو. بالنسبه بقى لو العكس، لو الناس بتحب القرفه بزياده تقدري تزودي شويه في القرفه، بس انا يعني من تجربتي الخاصه يعني القرفه لما بتبقى بزياده بتعمل شويه حموضه في الاكل، حرقان، بتعملك شويه حرقان كده في صدرك وفي زورك يعني. هي طبعا انت كل اللي يهمك ريحه القرفه وطعمها، فريحه القرفه وطعمها بالطريقه دي هتلاقيها موجوده ومتوفره جدا. انت عموما جربي وهتعجبك قوي. انا خدت نص العجينه زي ما شفتي كده، لان العجينه كبيره كيلو ما شاء الله، فمش هقدر افردها كلها، ما عنديش كاونتر افرد عليه، فبستخدم الصينيه اللي انت شايفاها دي، وفي نفس الوقت بتريحني ان انا بلف الصينيه نفسها، ما بلفش انا حواليها. هحاول بقدر الامكان النص ده افرده شكل مستطيل، يعني مش بالقلم والورقه، بس بقدر الامكان يعني شكل مستطيل وخلاص. هي ليها تخانه يعني حوالي مثلا نص سنتي تقريبا، يعني مش هفردها ارققها قوي زي ما بعمل الفطير، لا يعني بصي ليها تخانه، ما اسيب فيها سن التخانه كده. انا بقى عندي زبده بدرجه حراره المطبخ، بفرد على العجينه كلها كلها، ما فيش جزء ما يبقاش فيه، عشان تمسك فيها الحشوه اللي انا هحطها. الحشوه اللي احنا اتفقنا ان هي ايه، كوبايه سكر من بتاع الشاي، عليها معلقه قرفه، عليها معلقتين كاكاو. هتوزعي بقى، ما تخليش حته ما فيهاش، حتى الحتة الصغيرة اللي باينة ان ما فيهاش دي هزودها، انا هزودها تاني. بضغط كده بحرف المعلقة او بظهر المعلقة عشان اثبتها في العجينة وفي السكر وفي الزبدة اللي فيها يعني. يعني كمية الكيلو دي طلعوا ما شاء الله حوالي 16 واحدة من الحجم الكبير، يعني ما يغركيش ان هي هتتقطع قدامك تحس انها صغيرة، لا هي طبعا لما تختمر الاختمار التاني ببقى انا عاملة ايه برضو، سخنت الفرن وطفيته عشان الفرن نفسه يبقى سخن، واول ما اقطع الصينيه بروح حطها في الفرن اللي هو المفروض انه دافي، فما تاخدش اكتر من 10 دقايق ربع ساعه بالكتير تلاقيها اختمرت الاختمار التاني، وهوريكي دلوقتي. اذا السينابون من ضمن نجاحاته انك يخليه يختمر مرتين. وايه تاني العيوب اللي بيتعرض لها، ان التوبنج يقع من عليه، لا احنا شفنا التوبنج اللي بعمله ده ما بيقعش من عليه اطلاقا، مكوناته بتمسك. بصي الواحدة اتقطعت صغيرة ازاي، طبعا ده الحرف عشان اللفة ما بتكونش انا بحط صوابعي الاربعة وابتدي اقطع الواحدة بحيث ان يبقى ليها ارتفاع معين وليها تخانة معينة، التخانة دي طبعا مع الاختمار. هي الصينية اصلا ما بتاخدش في العرض بتاعها اكتر من 3 وتبعديهم عن بعض، ليه؟ لان هي لسه لما تختمر هتلاقيهم ما شاء الله كبرت قوي قوي ولزقوا في بعض. تاني اتكلم عن التوبينج، يعني في ناس كتير قوي بتعمل لبن مكثف وجبنه، هو انا زودت عليهم شويه الكريم الشانتيه مع الكريم باستري. الكريم باستري والكريم شانتيه ما بيسيحوش بالساهل، وبناء عليه انا لما حطيت التشكيله دي على بعض التوبينج مسك كويس قوي في السينابون، فبيفضل محتفظ بشكله. فانا هتلاقي حتى عملت ايه، جربت لما طلعت الصينيه في صينيه سبتها بردت شويه وحطيت عليها الكريمه، وصينيه طلعتها من الفرن وهي سخنه وحطيت عليها الكريمه. هوريكي دلوقتي عشان تشوفي الفرق في اللي دفيت، بس انها كانت دافيه بس احتفظت. انا بوريكي تاني لما بقطع تاني وبفرد التانية، فعشان نفس الصوره، فعشان كده انا بحكي لك في حاجه تانية يعني. الفرق اتضح في ايه، ان انا لما حطيت على اللي دافيه بس فضل الكريم ثابت ما اتغيرش شكله، لكن لما انا حطيته على السخنه قوي ثابت، مش ثابت برضه، هتشوفيه بنفسك، لكن ساح شويه،
ساح شويه ونزل على الجناب. اذا المفضل ايه؟ ان لما يطلع من الفرن استنى عليه شويه لما يبقى دافي، لما ايدك تقدر تمسك الصينيه تحسي انها سخنه بس قادره تمسكيها. ففي الحاله دي تبتدي توزعي عليه التوبنج، تحطي على التوبنج بتاعه وتحطي عليه الكراميل. وبرضه انت بتيجي من الجانب تلفي الرول زي ما عملنا في الاولاني. في ناس كتير بتقطع بالخيط، يعني انا ما استحسنتش اني اقطع بالخيط. هو بيقطع بالخيط عشان تفضل محتفظه بشكله، لان بقطعه بالسكينه يعني بضغط عليه بايدي، فالمفروض ان هو بيتطبق شويه. لا بالعكس، انا يعني بفرده تاني بايدي زي ما وريتك وانا بعمل في الصينيه. يعني مش ضغطت عليه وسبته يعني سبته معجن في بعضه، لا هو يعني خلاص مجرد ان انا ظبطته بايدي خلاص اتظبط وبقى حلو. ومع ذلك لك الاختيار طبعا، تقدري تقطعيه بالخيط زي ما انت عايزه، تقطعيه بالسكينه، الطريقه اللي تريحك. انت ما بتحطيش في الصينيه بالطول او بالعرض اكتر من 3 جنب بعض، ولو الصينيه اطول شويه بيبقوا 4 جنب بعض، بس في مسافه لازم تسيبي مسافه، وهتلاقي المسافه دي تختفي تماما بعد ما يختمر. وهوريكي دلوقتي هتشوفيه لما اول صينيه انا سايباها دلوقتي زي ما حكيت لك كده، ببقى مدفيه الفرن وطفيت طبعا، مش دفيته وخليته والع، وطفيت عليه وحطيت الصينيه فيه عشان تختمر. شفتي بعدله بايدي ازاي؟ بس خلاص اهي الوحدات واقفه جميله، مش متنيه مش معككه، ما فيهاش اي حاجه. بصي ده اول صاج اختمر. بصي الوحدات اللي كنت حطاهم صغيرين بصي بقى شكلهم ايه، ومهما لزقوا في بعض لا وانت بتطلعيهم في منتهى البساطه. بصي جوه الفرن شكلها ايه، بتزيد كمان ما شاء الله، يعني بتحسي ان الواحده بقت محترمه. ده الصاج الاولاني اللي انا هسيبه يبقى دافي شويه، مش هستخدمه على طول. وده الصاج التاني اثناء ما كان في الفرن، بصي زاد قوي ازاي اهو. ده اللي يعتبر انا سايباه، ده الكراميل انا حاطاه في الازازه اللي شفتيها دي ازازه بلاستيكيه كده، سهل اني اضغط عليها واطلع منها الكراميل. ده كيس نايلون عادي بتاع التلاجة، ممكن تستخدمي المعلقة أيهما يعني، بس أنا بس يعني بعتقد أو بستسهل الكيس. بتحطي كمية الكريم اللي انت عايزاها وتوزعيها على وش الصينية زي ما انت عايزة. بتفتحي طبعا جزء من تحت، اوعي تفتكري ان هو لازق في بعضه كده مش هيطلع، ده هيطلع وهيبقى في منتهى الحلاوة دلوقتي، هيعجبك قوي ما شاء الله. دي الصينية اللي انا سبتها دافية بس. وهوزع التاني على قدامك اهو. بصي انا حطيت الشكل فضل ثابت ما اتحركش، على خلاف اللي هتطلع سخنه قوي. هتشوفي كل حاجه بعينيكي دلوقتي عشان تكوني متاكده يعني. يعني انا اللي بحركه، هو ما بيتحركش خلاص، انا حطيته ثابت، انا اللي بحركه بالمعلقه. الازازه البلاستيكيه دي فيها ميزه حلوه جدا، هي تعتبر من جوه اتنين. يعني لو حابه تعملي نوعين من الكريم واخدين لونين هتقدري تحطي، لان الازازه دي عباره عن قطعتين جوه بعض. هتلاقي حتى ناحيه غامقه وناحيه فاضيه، لان في واحده فيها الكراميل واحده فاضيه.
في نفس الوقت لو اتبقى شويه من الكراميل بسيبهم جواها مش بشيل. دي بقى اللي كانت سخنه جدا ولسه طالعه، يعني مجرد ما هلتفت الناحيه التانية واتعدل هلاقي الكريمه بدات تسيح وتنزل على الجناب. بصي انا بعمل بالمعلقه بس غير التانية، يعني بسرعه بعمل المعلقه بس بتتكشف الكحكه من جوه بتتكشف. وفيها حلوه بقى ميزه الازازه دي، ان انت في ناس بتحب الكراميل بزياده، يعني ساعه ما تقدمي تقدري تقدمي معاهم الازازه دي سهله الاستخدام كمان. ابصي نزل تحت في الصينيه ازاي، عقبال ما فضيت وشلت وعملت كام ايه اتكشف تاني يعني الكريم كان ساح من عليه. بس تقريبا هي دي طريقته بكل العيوب وكل المميزات، واعتقد ان احنا اتكلمنا في كل حاجه. هو ما بياخدش وقت على فكره، وزي ما قلت لك انا ما بديهولوش فرصه طويله يختمر، يعني بس بحط الميه الدافيه وبحط فيها حله العجان فبيختمر سريعا، والمره التانية بولع له الفرن وبس. ودي اسهل طريقه تتعاملي فيها مع اي حاجه عايزه تختمر يعني. وبالهنا والشفا ليكي ولضيوفك ولكل حبايبك. اه نسيت اقول لك ما تنسيش لايك. بصي الاموره هناك اللي بعتلك كلها قبولات دي